هاي أصحابي، ازيكم؟ الأخبار؟ طبعا في الحر اللي احنا فيه ده عايزين أكلة تخلص بالظبط في دقيقتين وكلها تبقى في طاسة واحدة. تعالوا لكم ازاي نعمل أحلى جمبري. بس أول حاجة متنسوش تعملوا لي لايك شير سبسكرايب. يلا بينا على الوصفة. أول حاجة بس هقول لكم إن احنا لازم ننضف الجمبري كويس قوي، بالذات طبعا ظهر الجمبري هنفتحه وهنشيل الخيط اللي بيكون ورا، وبنفتحه بطريقة سهلة قوي بالمقص أو بالسكينة، ونخرج بس الخيط اللي بيكون ورا، وكده نكون نضفنا الجمبري. هابدأ بقى إن أنا أنضّفه وأحطّه على مَيّة جارية، وبعدين بقى هابدأ إن أنا أتأكد إن هو اتنضّف كويس أوي، وهاحط له شوية دقيق، وبعدين هاشطفه بيها عشان أتأكد إن الجمبري مش هيبقى فيه أي ريحة في الزفارة خالص. بعد ما شطفته كويس أوي هابدأ بقى أجيب الطاسة الوحيدة اللي هنشتغل فيها، هابدأ أجيب طاسة وأحط عليها أي مادة دهنية. أنا استخدمت هنا زيت زيتون، وأحط بقى البصل قطعته الحلقات زي ما انتم شايفين. أنا استخدمت بصلاية صغيرة بس تدينا النكهة للجمبري مع التوم بيبقى خطير. فهحط البصلاية اسيبها تتشوح شوية، أحط عليهم فصين من التوم. طبعا لو عايزين تزودوا أو تقللوا دي حاجة ترجع لكم. وهابدأ بقى أسيبهم بقى يتشوحوا كويس جدًا، وأنا ما باحبش أحط مادة دهنية كتير، فعادي هي الكمية دي كفتني إن هي تشوح لي البصل. بدأت بقى أنزّل الجمبري على نار عالية أوي علشان أدّي له الصدمة، وبعدين هابدأ بقى إن أنا أشوّحه، وبالضبط بياخد تِلت ساعة بيكون جاهز معاكم، كلّه في طاسة واحدة، مش هتحتاجوا إن أنتم تعملوا مواعين كتير، وتسيبوه بقى وتاكلوه بالهنا والشفا. وهاسيب لكم بقى وصفات تانية فوق، ما تنسوش تروحوا تشوفوها. وزي ما قُلت لكم أكيد ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لوصفات تانية كتير. هابدأ بقى إن أنا أقلّبه، وطبعًا الأول بندّي له صدمة على نار عالية، بعدين هاوطّي النار علشان أسيبه بقى يستوي كويس أوي. هابدأ أحط له التوابل، أنا حطيت له كمون وهاحط له ملح بس مش هازوّد الملح عشان هاقول لكم بعد شوية هنعمل إيه. وهابدأ بقى أدّي له معلقة من الصلصة بتدّي له لون خطير، بجد بتكون إضافة حلوة جدًا، طعمها مش بيبان، هي بتكون معلقة صغيرة وبتدّي للجمبري لون تحفة. وبعدين هابدأ بقى الحاجة الإضافية اللي أنا هاحطها، وهاستخدم هنا بقى الصويا صوص الفاتح. زي ما أنتم شايفين هو أصلًا مرسوم عليه رسمة الجمبري، وباحب أستخدم الصويا صوص الفاتح أكتر علشان بيكون صحّي أكتر، أحط منه معلقة كبيرة. ولو هتحطوا صويا صوص فطبعًا بنقلل الملح علشان ما يبقاش حادق أوي. وزي ما أنتم شايفين أصلًا الجمبري هيبدأ بقى يعمل الصوص بتاعه، بجد حاجة كده خطيرة لازم تجربوها، وأكلة ما خدتش مننا وقت خالص وبتخلص في ثواني. وطبعًا تقدروا بقى تقدموه بالطريقة اللي تحبوها، وهاوريكم دلوقتي شكله بعد ما طفيت عليه. هابدأ بقى إن أنا أغرفه هنا في الطبق بتاعي، وده كده شكله بالهنا والشفا، حاجة كده super tasty لازم تجربوها. واكتبوا لي تحت في الcomment عايزين الوصفة اللي جاية تكون عبارة عن إيه، وأشوفكم في وصفة جديدة. وبس كده، باي.